سرقة القرن. متحف اللوفر الفرنسي بمدينة باريس تعرض للسرقة نهار 19 في هذا الشهر. متحف اللوفر اللي معروف بآلاف والآلاف والآلاف مؤلفة ديال التحف ديال جميع الحضارات، الحضارة الفرعونية، الإغريقية، اليونانية، الرومانية، واللي معروف بلوحة الموناليزا. وشكون فينا اللي ما كيعرفش الموناليزا؟ الموناليزا بدورها هي تعرفات بواحد السرقة في 1911، ولكن لحسن الحظ كانوا رجعوا ديك اللوحة في 1913. ولكن علاش تسمات هذه سرقة ديال القرن؟ حيت شفرات في واحد الوقت اللي قياسي خاصهم يسجلوها في كتاب غينيس، وقت اللي المدة ديالو 7 ديال الدقائق، اللي خلى العالم كامل مشوكي حالهم. جاو واحد اللصوص، جاو هاد الناس هادو لابسين الجيلي ديال الخدمة، داك الصفر اللي معروف، دبروا في كاميون اللي فيه داك السلوم كيطلع الفوق، طلعوا دخلوا عندهم ماتيريال بروفيسيونيل باش كيهرسوا الدجاج، خداو المجوهرات اللي خداو وعلقوا، والمدة ديال التشفير ديالهم لم تتجاوز 7 دقائق. هاد المدة اللي قياسية اللي خلاو العالم كامل تيقول لك هاد الجريمة بحال ديال الافلام ما فيهاش تخرشيش، جريمة هوليودية ولا خداوها من شي فيلم. دوك المجوهرات اللي تشفروا كاين واحد التاج ديال الامبراطورة اوجين دو مونتيجو، واش كتقال بحال هكا ولا لا الله اعلم. هاد التاج المهم ساوي اكثر من 100 مليون دولار، هما راه خداو شي 5 البياسات ولا 100 مليار، اكثر من 100 مليار، حيت القيمه ديالو ماشي في المواد اللي مصنوع منها الالماس والسافير والذهب، لا القيمه ديالو في القدوميه ديالو، يعني ديال الامبراطور. راه الحماق ديال الحماق، يعني داك التاج راه ساوي ما عرفت شحال، يعني هادوك اللي غادي يبيعوه في السوق السوداء راه ما غاديش يبيعوه بالقيمه ديالو. واحد القطعه لقاوها مهرسه اللي كانوا غاديين، لكن هاد الناس محترفين بمعنى الكلمه، ماشي هوات بل محترفين ديال الافلام. الشرطه الفرنسيه مازال فاتحه التحقيق ومازال كتقلب وشاكه في واحد العصابه دوليه هي اللي متخصصه في سرقه التحف الفنيه. هذا الشيء اللي اضطر المديره ديال المتحف باش تحط الاستقاله ديالها من بعد هاد الشوهه. بطبيعه الحال واحد خصو يحط الاستقاله، عرفتي انت مديره ديال المتحف اللي فيه الاف المؤلفه ديال التحف النادره ديال العالم، فيه الحضارات كاملين تما، ويجيو وحدين داروها بكم، دبروا في كاميو خلوه تما، سمحوا فيه سمحوا في الكاميو، سمحوا في كلشي، وداو المجوهرات شفروا ومشاو علقوا باش ما باعوا رابحين. المصيبه راه هما كانوا طلعوا حتى القاعه اللي فيها الموناليزا. هذا هو المشكله، كتتشفر الموناليزا عاوتاني. نتمنى هذه الحلقه تنال الاعجاب ديالكم، واللي لقى بجوطيه شي لعيبه بحال هادشي اللي غادي نوريكم فيديو يعلم السلطات. السلام عليكم ورحمه الله.